السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. ويعني عندنا كلمتين كده عايزين نقولهم بخصوص ماتش الأهلي والزمالك. بصراحة يعني مش عارف أقول إيه بصراحة، لكن النادي الأهلي بيمر بفترة كارثية بكل المقاييس، من وجود كابتن عماد النحاس مدير فني، مرورا بالاتنين الباكات اللي كنا اتكلمنا احنا بنحكي بقالنا 20 سنة في ان النادي الاهلي محتاج باكات يا جماعة. كان الاول علي معلول فكنا محتاجين باك يمين. لكن دلوقتي ما شاء الله الحكمة الفظيعة اللي عند الناس في إدارة الكرة في النادي مشيت علي معلول، فبقينا محتاجين باكين يمين وشمال. فما شاء الله يعني هنلعب ماتش الزمالك بأحمد كوكا ومحمد هاني، يا قلبي لا تحزن. يعني بقالنا شهر بنتفاوض على مدير فني، احنا مش عارفين هو مين وهيجي ولا لأ. وفي ظل ان الكابتن محمود الخطيب بيقول ان هو مش نازل انتخابات، لا ده نازل، لا ده مش عارف ايه، فاحنا مش عارفين ايه الدنيا. والفكرة ان النادي الاهلي ما بيتارجتش مدرب معين، يعني ما فيش تارجت مثلا اللي هو ايه، انا عايز مدرب فيه كذا وكذا 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 وكذا، ودي المواصفات بتاعته، وعايزه في رينج مالي كذا. يعني مفيش تارجت معين عنده، لا هو عايز واحنا بنضبش. يعني احنا مش بنختار مدرب، احنا بنضبش. احنا بقينا عاملين زي الزمالك كده وهو بيختار مدربين، اللي هو ايه، اي واحد يتقال لنا عنه كلمتين فبنروح نجيبه، وجايبين مدير تعاقدات لا يفقه شيء عن التعاقدات. يعني انا مش عارف، هو الكل بيتكلم عن برونو راج، بس انا ما اعتقدش ان برونو راج هيجي من الاخر كده، ولو جه هتبقى تكلفته عالية جدا ومش هيستمر كتير في النادي. لكن يعني ما باليد حيلة، هنكمل بعماد النحاس. وبنتكلم من زمان قوي ان عماد النحاس يا جماعة ما ينفعش، حتى من ايام ما مسك اول مرة بعد ما كولر مشي قلنا يا جماعة عماد النحاس ما ينفعش. لكن كان محمد شوقي معاه وكان بيوجه وكان بيقول وكان بيعيد. فاحنا مش عارفين دلوقتي بصراحة، يعني الوضع جاب اخره. لكن خلينا نتكلم بس عن الماتش اللي جاي بين الاهلي والزمالك. ويعني بس سريعا كده عايزين نقول احصائيات للفرقتين، شوية ارقام كده بس، ممكن ما تهمكش في اي حاجة خالص لكن هي مهمة في المباراة دي بالذات. بالنسبة للاهلي، الاهلي لعب 7 ماتشات، كسب في 3 ماتشات وتعادل في 3 وخسر في واحدة. الاهلي سجل 11 جول في 7 ماتشات، 11 جول في 7 ماتشات. يعني وسط، مش هنقول عقم هجومي، ولو انه عقم بالنسبة لنا في النادي الاهلي، هو عقم هجومي فعلا. لما تكون بتلعب 7 ماتشات بتسجل 11 هدف فده حاجة غريبة جدا. واستقبل 8 اهداف، كارثة دفاعية عموما في النادي من يوم ما ريبيرو مسك النادي، وفي كارثة في النادي في النواحي الدفاعية. ولو جينا نبص على الأهداف اللي دخلت في النادي الأهلي كلها، أو 80% منها أو 85% منها هتلاقيها من ناحية اليمين، ناحية الأستاذ محمد هاني. يعني في هنا في خرابة ناحية محمد هاني دي. ف8 أهداف في 7 ماتشات النادي الأهلي استقبلهم، ده رقم كارثي. أنا فاكر إن احنا كنا بناخد الدوري وكان بيتسجل فينا 4 أهداف. احنا فاكر إن احنا خدنا دوري مع حسام البدري، النادي الأهلي ما جاش فيه غير 6 أهداف بس. فاكر إننا خدنا دوري مع دوري ريني فايلر، اللي كان ريني فايلر ماسكه، كان النادي الاهلي جه فيه حوالي 10 اهداف طول الموسم. فاكر اننا خدنا دوري مع مانويل جوزيه جه فينا 6 اهداف برضه. فانا يعني 8 اهداف في 7 مباريات دي كارثة، ده رقم كارثي. والمفروض يعني لو الكابتن عماد النحاس معاه محلل اداء يقول له انت يعني في خرابة ناحية اليمين وفي خرابة ناحية الشمال برضه، بس ناحية اليمين اكتر لان معظم الاهداف بتيجي منها. لو جينا نبص لماتش بيراميدز هنلاقي ان الجونين من ناحيه محمد هاني. لو جينا نبص في ماتش بورتو في كاس العالم هنلاقي ان 3 اهداف من ناحيه الاخ محمد هاني، او ال4 اهداف كمان. يعني محمد هاني ده يا جماعه والله العظيم، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، مش عارفين نقول ايه. ففي كارثه دفاعيه عند النادي الاهلي ناحيه اليمين، وفي الدفاع عموما. انت لاعب 7 مباريات استقبلت 8 اهداف، لاعب 7 مباريات مسجل 11 هدف، فلا تعليق.
اعلى تقييم خده لاعب في النادي الاهلي طوال السبع مباريات كان زيزو، تقييم 7.5، وتريزيجيه من بعده تقييم 7.2. طيب، اكتر لاعب سجل اهداف في النادي الاهلي تريزيجيه، 3 اهداف. زيزو هدفين وصنع هدفين، يعني مساهم ب4 اهداف في 7 مباريات. زيزو ده رقم كويس جدا. جراديشار مسجل هدفين مع انه ملعبش كتير. اشرف بن شرقي صانع هدفين. والحاجه الجميله جدا السنه دي ان الاخ محمد هاني صنع 3 اهداف. فاللي هو محمد هاني طول تاريخه صنع 24 هدف ومسجل مش عارف 6 اهداف باين ولا 11 هدف او حاجه زي كده. وبيلعب بقاله 11 سنه في النادي. فهو السنه دي ما شاء الله هجوميا كويس جدا، وعرضياته يعني ايه، هو بيرفع 50 عرضيه في المباراه، ممكن 2 منهم مثلا يكونوا متقنين، لكن هو في الدفاع زي الزفت بصراحة، يعني لا أخفيكم سرا بصراحة يعني. ففي كارثة دفاعية، في كارثة دفاعية، اللعيبة مش شايفة أساسا. خط النص مش عارف هو بيعمل إيه. إحنا عماد النحاس عنده حاجة كده أو فكر معين إن هو لازم ينزل بكل اللعيبة. يا حبيبي مش كده، ما هي مش كده. أنا بنزل باللعيبة اللي أنا محتاجها. يعني أنا نازل تشكيلة الشناوي بديهي كده، الشناوي، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، حطيت مصطفى العش عشان خوان بيزيرا في ماتش الزمالك، محمد هاني عشان ما فيش غيره، او انا نفسي يلعب بعماد بحسين الشحات باك يمين، اليو ديانج، مروان عطية، قدامهم محمد علي بن رمضان، تريزيجيه او بن شرقي، حسين الشحات او زيزو، قدامهم جراديشار. الموضوع مش كيمياء، الموضوع مش كيمياء والله. ادي تشكيله حطيناها واحنا قاعدين اهو. مش لازم انزل زيزو وبن شرقي وحسين الشحات وتريزيجيه وكل الناس دي. طب ما هم كلهم بيلعبوا مكان بعض يا ابني، يا حبيبي ما هم كلهم بيلعبوا مكان بعض. فمش لازم كل الناس دي تنزل عادي. انا في حاجه اسمها دكه، في حاجه اسمها ان انا ممكن استعين بيهم في الشوط التاني. فانا نفسي الكابتن عماد النحاس يكون يعني عنده ايه، نوع نوع من اي حاجه، نوع من اي حاجه بصراحه مش عارف. اخر 3 مباريات للنادي الاهلي كان بيلعب حرس الحدود. نسبه استحواذ النادي الاهلي 68% في المباراه، لكن هو استحواذ سلبي. بتلعب حرس الحدود، استحواذ سلبي، مفيش. ف النادي الاهلي عمل 22 هجمه في مباراة حرس الحدود، منهم 8 على المرمى، وده رقم قليل جدا، قليل جدا 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 جدا، أقل من 40%. ودي مشكلة على فكرة. احنا أيام كولر كان الرقم ده بيوصل ل85%. فدي مشكلة لازم ننتبه لها. قدام سيراميكا كليوباترا استحواذ النادي الأهلي كان 49%، ودي حاجة غريبة. يعني النادي الأهلي فقد الاستحواذ في ماتش سيراميكا كليوباترا مع إنه عمل 18 هجمة، منهم 8 على المرمى. ده برضه رقم قليل جدا. لما عمل 18 هجمة منهم 8 على المرمى، رقم قليل جدا. قدام انبي في المباراة الكارثية اللي انتهت بالتعادل 1-1، استحواذ كان 66%، استحواذ سلبي برضه. عملنا 20 هجمة منهم 4 على المرمى بنسبة 20%. ده رقم يا جماعة الناس دي المفروض تتحاسب عليه. اللعيبة والمدرب المفروض يتحاسبوا على الأرقام دي. مش عايز انزل بقى المباراة بيراميدز وغزل المحلة لأن كان في كوارث في المباراتين دول، ولكن ما علينا يعني. فده النادي الاهلي عنده مشاكل دفاعيه، عنده مشاكل في الاستحواذ دايما بيبقى سلبي، ما بيصنعش فرص. معظم الاهداف بتيجي من عرضيات، مفيش اختراقات من العمق، مفيش جمله واحده متحفظه بنلعب عليها، مفيش اي حاجه بتتعمل. حتى في الكرات الثابته احنا بنلوش، احنا ما بنعملش حاجه. احنا في الكرات الثابته احنا كان عندنا اسامه ابو علي، يعني كانت اي ضربه حره بتيجي جون، كانت اي كوره احنا عارفين انها هتبقى خطيره. الكرات الثابته احنا حتى مش عارفين احنا بنعمل ايه، هي بتتلعب وخلاص. فده النادي الاهلي، مش عارف اقول ايه. نيجي لنادي الزمالك، عشان بس ما حدش يقول ان الزمالك مركز اول والكلام ده كله. نادي الزمالك يا جماعه مش قوي، مش قوي، مش بالقوه الكامله، لكن هو ده الطبيعي بتاعه. اللي كان بيفرق معاك ان انت كنت بتيجي في اول الموسم بتكسب لك 7 8 مباريات، فبتلاقي نفسك 21 نقطة، بتلاقي الزمالك مثلا هو بقى 15 نقطة 17 نقطة، ففي فرق، هو بيبتدي يقع من نفسه. فهو مش قوي، هو ده الطبيعي بتاعه. بيكسب مباراة مباراتين، بيتعادل مباراة، بيخسر مباراة، ده الطبيعي بتاع الزمالك.
فمحدش يوهم نفسه ان الزمالك قوي، لا هو الزمالك بتاع كل سنه هو مفيش اي حاجه فيه. فالزمالك لعب 8 مباريات، فاز في 5، اتعادل في 2، خسر في 1، سجل 12 هدف، استقبل 4 اهداف. الموضوع بينه وبين الاهلي يعني هو نفس الهجوم، نفس العقم الهجومي هو، ولكن دفاعيا الزمالك اقوى شويه، اقوى شويتين 3. يعني الزمالك استقبل 4 اهداف، فهو متماسك دفاعيا شويه عن الاهلي. لكن الزمالك لما بيلعب فرقه بتنقي الكوره وبتعرف تهاجم زي الجونه وزي وادي دجله، لا الزمالك استقبل اهداف منهم. هدافين الزمالك، هو ما عندوش هدافين، هو شيكو بنزا جاب هدفين، عدي الدباغ هدفين، ناصر ماهر هدفين، عبد الله السعيد هدفين. اكتر واحد مساهم باهداف هو اخوان الفينا، مساهم ب3 اهداف، صنع 2 وجايب جون. وعبد الله السعيد وناصر ماهر كل واحد فيهم جايب هدفين وصانع هدف. فبرضو الموضوع عادي في الزمالك، مفيش اي جديد. الموضوع اعلى لاعب خد تقييم في الزمالك كان ناصر ماهر، واخوان الفينا ب7.3. شوية احصاءات سريعة كده للزمالك. في مباراة الجونة استحواذ الزمالك كان 66%، عمل 18 هجمة منهم 8 على المرمى، نفس الارقام بالنسبة للنادي الاهلي. مباراة الاسماعيلي كان 63% استحواذ، 13 هجمة منهم 4 على المرمى، ما اختلفناش كتير. مباراة المصري كان 58%، عمل 13 هجمة منهم 6 على المرمى. ده يعني ايه؟ النسبة الوحيدة اللي عالية عنده اللي هي تقترب من 49%. فيعني الزمالك والاهلي الموضوع مش يعني مفيش فروق بينهم. الاهلي اللي مستواه سيء جدا السنة دي، الزمالك مستواه مش عالي عشان الناس ما توهمش نفسها، مستواه عادي جدا 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 جدا. في مباراة وادي دجلة استحواذ الزمالك، المباراة الوحيدة اللي خسرها الزمالك، استحواذ الزمالك كان 44%، عمل 11 هجمة منهم 2 على المرمى. فده معناه ان انت لما بتلاعب فريق، ان الزمالك لما بيلاعب فريق بيمسك كورة وبينقل الكورة صح وبيهاجم، الزمالك ما عرفش يعمل حاجة. الزمالك استقبل في المباراة دي هدفين وكان دفاعه شوربة زي ما بيقولوا. ويعني لولا ان لاعيبة وادي دجلة كانت بتضيع فرص كتير كان الماتش خلص 4-5. في الاخر انفراد الراجل عدى من الاتنين مدافعين لبسهم في بعض وراح عند حارس المرمى، حب يعملها من فوقه، كانت لو كانت جت جون كان هيبقى عالمي. فوادي دجلة عمل استحواذ على الزمالك 56%، عمل 12 هجمة على الزمالك منهم 6 على المرمى، 6 جه منهم جونين. بالنسبة لدفاع الزمالك، دفاع الزمالك مش قوي، لكنه هو واجه فرق عادية، او لاعب الاسماعيلي، لاعب المصري، لاعب الجونة. المصري على فكرة عشان بس محدش يوهب نفسه، مع مدرب كويس لكن فريق عادي، هي نفس الفرق بتاعت كل سنة، مفيش اي جديد، مفيش اي جديد في الفرق، هي نفس الفرق بتاع كل سنة. فمحدش يوهم نفسه ان الفرق السنة دي قوية، لا هو الاهلي اللي مستواه نازل. دي شوية ارقام بس كنا عايزين نقولها. والتشكيلتين يعني اي واحد معدي قاعد على القهوة هيقولهم، ده اللي هينزل هنا وده اللي هينزل هنا. لكن انا اتمنى من الكابتن عماد ان حاسس ان هو ما يجودش، ان هو يلعب بالطبيعي، ان هو ينزل الناس العاديه. التشكيله بسيطه خالص، الشناوي او شوبير، ياسر، ياسين، مصطفى العش عشان خوان الفينا هيجري وهيروح وهيجي وهو مصطفى العش يقدر يوقفه، محمد هاني، وانا نفسي حسين الشحات اللي يلعب قدامه، ديانج، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، تريزيجيه او بن شرقي، الناحيه التانية زيزو او حسين الشحات لو مش هيلعب باك يمين، او طاهر محمد طاهر. ولو ان لو هيبقى طاهر او حسين الشحات او كده فلعب بزيزو احسن على الناحيه التانية. قدامهم جراديشار مش محمد شريف، جراديشار مش محمد شريف. ادي تشكيله النادي الاهلي، تشكيله لو نزلت كده من غير مدرب هتكسب، وده طبيعي. بالتوفيق للنادي الاهلي.